بقولك ايه، اسمع مني كده وركز عشان نخلص من الحوار ده. لو كل مرة هتغلط فيها هتحس بالإحباط، عمرك ما هتتعلم. فاكر أول مرة حاولت تتعلم فيها حاجة جديدة؟ طيب فاكر كام مرة غلطت وعكيت الدنيا؟ وكام مرة كنت على وشك إنك أنت تستسلم وتقول لا، واضح كده إن أنا مش مستعد ليها والموضوع ده مش ليا؟ طيب ما تيجي أنا وأنت نكشف الحقيقة ونقول إيه اللي بيحصل ورا الكواليس. الغلط مش علامة فشل، الغلط هو اللغة اللي دماغك بقت بتفهم فيها ازاي تتعلم. دراسة مشهورة من جورنال اوف اكسبيرمنتال فيسيولوجي بتقول ان الاشخاص اللي بيغلطوا اثناء التعلم وبيراجعوا اخطائهم بيحتفظوا في المعلومة في عقولهم بنسبة اعلى 46% من اللي اتعلموا من غير ما يغلطوا. يعني الغلطة عبارة عن خطوة في اتجاه الفهم، مش خطوة لورا. وعلشان كده انا دايما بقول اللي بيكمل هو اللي بيتعلم من غلطه، واللي بيحبط بيقف مكانه وبيصدق ان ده اخره. المشكلة مش في انك تغلط، المشكلة ان انت متوقع انك لازم تبقى صح من اول مرة. كل محترف انت شايفه بدأ رحلته كمبتدئ بيغلط وبينجح، بس الفرق انه ما استسلمش من اول صدمة قابلته. فلو كل ما تغلط هتحبط، يبقى تحكم على مستقبلك بالفشل من مجرد لحظة واحدة، وده ظلم كبير لمستواك اللي لسه ما خدش فرصته. اسمع من اخوك، الغلطة مش نهاية الرحلة، اتعلم. السلام عليكم.